ايه اللي حصل امبارح في شبكة الاتصال وشبكة الانترنت على جميع المحافظات اللي موجودة في الجمهورية؟ اللي حصل امبارح وبكل وضوح هو حريق في سنترال رمسيس، وده اللي موجود في القاهرة في وسط البلد تحديدا. الفكرة ان ده مش اي سنترال عادي، ده السنترال ده بيحتوي على الكابلات الام اللي بتخص الشبكات كلها، سواء اورنج اتصالات وفودافون، وكمان على كابلات دولية ومحلية للإنترنت سواء داخل البلد أو خارج البلد. الفكرة اللي حصلت إن الأول حصل حريق في الدور السابع اللي موجود في السنترال، ولكن الشرطة والمطافي كل ده طبعا راحوا عشان يستغيثوا أو يغيثوا المكان، ولكن الفكرة إن هم ما قدروش يسيطروا على المكان أو على الحريق، فالحريق زاد أكتر لدرجة وصلت إن الناس اللي موجودة جوه السنترال كانت محبوسة من كتر الحريق ومش قادرة تخرج. بالعكس ده أدى إن في ناس بدأت إن هي تقفز من فوق المبنى عشان مش قادرة ولا عارفة تخرج من الحريق، والمطافي مش قادرة تسيطر على كمية الحريق والكهرباء والماس وكل ده اللي كان موجود جوه السنترال. الحريق قعد أكتر من 5 ساعات، ومش بس كده، الحريق ده أدى إن هو أثر على جميع الشبكات اللي موجودة في معظم أنحاء الجمهورية، معظم المحافظات، اسكندرية، الصعيد. فايه اللي حصل؟ مش بس ما بقيناش عارفين نعمل مكالمات او نتصل باي شبكة، لا ده مش بس انقطاع المكالمات، ده كمان انقطاع النت. ومش بس ده كمان اللي حصل، ده كمان في مكان ATM كتير جدا كان واقف امبارح، ما كانش فيه اي تعاملات بنكية، وكان في اضطراب رقمي امبارح في الجمهورية كلها وفي انحاء المحافظات كلها. الفكرة ان كل الكابلات الرئيسية والمحلية الدولية موجودة في السنترال ده، فاحنا محتاجين نوجه كده رسالة ان يا ريت بعد كده يبقى فيه بدايل، او يا ريت ان الحريق ده يكون عمل وعي شوية ان يبقى فيه بدايل للشبكات دي كلها في سنترالات تانية مختلفة، لان حريق واحد بس حصل امبارح ادى الى انعزال الجمهورية كلها رقميا وعن العالم كله، سواء انترنت او بنوك او سواء شبكات اتصال. وده كان كل اللي حصل ببساطة، واتمنى يكون الفيديو افادكم، وما تنسوش دايما ندعو ربنا يسلمها معانا بألف خير، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.